السلام عليكم، إن شاء الله تكونوا بخير. النهاردة هنبدأ سلسلة جديدة وهي سلسلة الاختصارات. هنبدأ ب10 اختصارات في الويندوز هيسهلوا عليك شغلك وهيوفروا وقتك بشكل كبير. أول اختصار معانا ازاي يعمل فولدر باختصار من الكيبورد. هدوس على كنترول شيفت وحرف الان، هيظهر عندك فولدر جديد جاهز ان انت تسميه، وبعدين دوس انتر علشان تثبت اسمه. تاني اختصار معانا ازاي اغير اسم الفولدر او الفايل عندي. حدد الفايل او الفولدر ودوس F2 من لوحة المفاتيح، ولو انت عندك جهاز لابتوب هتدوس FN زائد F2 وبعدين اكتب الاسم اللي انت عايزه ودوس انتر عشان تثبت الاسم. الاختصار الثالث معانا ازاي امسح فولدر او فايل. حدد الفولدر او الفايل ودوس ديليت من لوحة المفاتيح او كنترول وحرف الدي. طبعا الطريقتين بتودي الريسايكل بين. الاختصار الرابع معانا ازاي اعمل تحديد لكل الحاجات اللي قدامي، سواء انا واقف على الديسك توب كل اللي على الديسك توب او فاتح وورد او فاتح اكسل ايا يكن. اختصار تحديد الكل كنترول وحرف الاي. الاختصار اللي بعد كده علشان اتنقل ما بين النوافذ اللي مفتوحه هتخليك دايس على زرار الالت وبعدين دوس على التاب وشيل ايدك وخليك دايس على الالت، بعدين تاب 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 لغايه ما تروح للبرنامج اللي انت عايز تفتحه. شيل ايدك من الالت هو اللي هيظهر قدامك. الاختصار اللي بعد كده لو عايز تعمل تصغير لكل النوافذ اللي مفتوحه قدامك هتدوس على ويندو وحرف الدي. كل النوافذ اللي قدامك نزلت تحت في التاسك بار. هم على فكره ما اتقفلوش، هم موجودين بس معمول لهم مينيمايز او تصغير في التاسك بار. لو عايز تقفل اي نافذه او برنامج مفتوح قدامك دوس على الت واف 4 كده البرنامج اتقفل. لو انت واقف على الديسك توب وعملت الت واف 4 هيديك نافذه، النافذه دي منها ممكن تعمل شات داون. لو دوست انتر على طول دلوقتي هتعمل شات داون. طب لو انا مش عايز شات داون اطلع سهم لفوق او انزل سهم لتحت، هتلاقي كل الاختيارات عندك. اختار الاختيار اللي انت عايزه وبعدين دوس انتر. لو رجعت في كلامك وعايز تقفل النافذه بتاعه الشات داون اعمل الت واف 4 تاني. عشان تفتح برنامج الرن دوس على ويندو وحرف الار وبعدين اكتب المفتاح الخاص بالبرنامج اللي انت عايز تفتحه. لو انت عندك برنامج او لعبه مهنجين وعايز تقفلهم ومش عارف هتدوس على ال كنترول ديليت وبعدين تاسك مانجر. هيفتح عندك برنامج صغير اسمه تاسك مانجر. لو فتح عندك بالمنظر ده دوس على السهم الصغير علشان يجي لك الشكل ده. حدد البرنامج اللي مهنج عندك او اللعبه وبعدين دوس على اند تاسك. البرنامج او اللعبه دول هيقفلوا كده، انت مش محتاج التاسك مانجر. دوس على كلوز. لو عملت الت وكنترول وديليت هتلاقي عندك تحت ناحيه اليمين زرار الباور، ممكن منه تختار شات داون او ريستارت للجهاز بتاعك. اهم من انك انت تعرف الاختصارات ان انت تطبق الاختصارات دي وتشتغل بيها على قد ما تقدر. مش كفايه تعرف الاختصارات بس، الاختصارات مهم جدا ان انت تطبقها وتشتغل بيها. كل ما كنت عارف اختصارات كتير كل ما كان ادائك على جهاز الكمبيوتر اسرع وهتوفر وقت ومجهود كبير. ان شاء الله هنكمل في سلسله الاختصارات، تابعوني. ولو لسه ما اشتركتش في القناه ممكن تشترك في القناه علشان يجيلك كل جديد. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو. لو استفدت من الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير لحد انت عارف انه ممكن يستفيد من الفيديو. كمان لو لسه ما اشتركتش في القناه اشترك في القناه وفعل الجرس علشان يجيلك كل جديد. اسيبكم في رعايه الله.